Renal Function Test التحاليل اللي بستخدمها في تقييم كفاءة الكلية. أول تحليل معايا وهو اليوريا أو البولينا، ليه اسم تاني Blood Urea Nitrogen أو BUN. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن البولينا بالتفصيل الممل، أسرار لأول مرة تعرفها في اليوريا، فركز معايا في كل كلمة هنقولها في حلقة النهاردة، لأن الجزء التاني هنتكلم فيه عن شغل العملي وإزاي تشتغل البولينا جوه المعمل. بس قبل اي حاجة لو انت اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. دون مقدمات طويلة هتكشفولك وقلمك، ويلا بينا ندخل في حلقة النهاردة. معكم كابتن اناليسيس. اليوريا واحدة من ضمن التحاليل اللي بستخدمها كماركر لمعرفة كفاءة الجلوميولار فانكشن. جميل جدا. اليوريا اسمها بالعربي يوريا أو بولينا، بيتم إنتاجها من الأمينو أسيد في الليفر. يعني اليوريا بتتصنع فين؟ قالك في الليفر. أنا عندي بروتين هيتكسر لأمينو أسيد، هستخدمه لثلاث حاجات. أول حاجة synthesis of tissue protein and other compound، يعني هصنع منه بروتين الأنسجة. تاني حاجة البروتين ده لما يتكسر هيديني energy، هيديني طاقة. تالت حاجة هيديني أمونيا. الأمونيا هيحصل لها كاتابولايزد وتتحول ليوريا فيما يعرف باسم اليوريا سايكل، وبعد كده هيتم طردها عن طريق اليورين. يبقى أنا أول ما تظهر الأمونيا عندي على طول هتتحول لمين؟ قالك تتحول ليوريا، وبعد كده يتم طردها فين؟ قالك عن طريق اليورين. يبقى كده اليوريا عندي مصدرها ايه؟ قالك البريك داون، تكسير البروتين. البروتين لما بيتكسر بيديني امونيا، بس خلي بالك الامونيا دي مادة سامة جدا جدا جدا، وعشان كده لازم الجسم يتخلص منها عن طريق الليفر، فيحصل كونفيرت للامونيا ليوريا، وبعد كده يحصل اكسكريتد ان يورين. لمين؟ قالك لليوريا اللي اتكونت عندي. احنا بنعبر عن اليوريا بالبلاد يوريا نيتروجين. قالك البلاد يوريا نيتروجين دي كانت طريقة قديمة بنقيس فيها only نيتروجين in يوريا، ذرات النيتروجين اللي في اليوريا. بحصل عليها عن طريق قسمة اليوريا على 2.14%. طب يلا نفسر مع بعض، هي ال 2.14% دي مصدرها ايه؟ قالك بص يا سيدي الموضوع بسيط. الوزن الجزيئي لليوريا 60، طب الوزن الجزيئي للنيتروجين قالك 14. طب يا ترى اليوريا فيها كام ذرة نيتروجين؟ قالك فيها ذرتين نيتروجين، يبقى الوزن الجزيئي لذرتين النيتروجين اللي موجودة في اليوريا 28. يبقى أنا لو قسمت 60 على 28 يديني 2.14%، وهو ده الرقم اللي بستخدمه في معادلة البي يو ان. ركز في الحتة دي قوي. اليوريا هيحصل لها completely filtrated بواسطة كبيبات الكلية. طب حصل لها فلترة كاملة، بعد كده هيحصل ايه؟ قالك هيحصل لها reabsorbed 30 ل 40% من اللي حصل له فلتريتد. فين؟ قالك في التيوبال رينال، في الانابيب الكلويه، بطريقه الباسيف ترانسبورت، وطبعا شرحناها في الحلقه اللي فاتت، اعتمادا على الهيدريشن بتاعه البيرسون دوت. مستويات البي ان هتتاثر باكتر من ماده: هيدريشن، الهايبوتنشن، الهاي بروتين دايت، البروتين كاتابوليزم، الجاسترو انستيشيال هيموريدج، الليفر فانكشن. ونتيجة لكل العوامل دي خلت اليوريا ليميتد في تقييم كفاءة الكلية في الرينال فانكشن، وعشان كده اليوريا ما بستخدمهاش في تقييم كفاءة الكلية بنسبة 100%. هقول لك مصطلحين مهمين جدا لازم تعرفهم. أول مصطلح وهو أزوتيميا. كلمة أزوتيميا معناها زيادة المركبات النيتروجينية في الدم. المصطلح التاني وهو يوريميا.
كلمة يوريميا معناها اليوريا في البلاد، بس بتكون increase زيادة البولينة في الدم. بص لما تشوف كلمة إيميا معناها اللي أنا بقولك ده خاص بالدم. جميل جدا. النسبة الطبيعية للبلاد يوريا نيتروجين من 10 ل 20 مللي جرام بر ديسيليتر. طب لو حصل عندي خلل في الرينال فانكشن، في وظائف الكلى، ايه اللي هيحصل؟ قالك الكلية مش هتقدر تقوم بدورها، وبالتالي مش هتقدر تفلتر اليوريا، وبالتالي هتزيد نسبة اليوريا في الدم. بناء على كل اللي اتشرح ده، قالك في مصادر كتيرة جدا هتأثر على البي يو ان. زي ايه؟ قالك اول حاجة البري رينال ازوتيميا، ما قبل الكلية، زي التشوك، congestive heart failure، الووتر اند سوليد ديبليشن. طيب تاني حاجة الرينال ازوتيميا، قالك ده impairment of renal function، هنا الكلية فيها مشكلة. تالت حاجة البوست ازوتيميا، زي obstruction of urinary tract، انسداد في مجرى البول. بص increased protein catabolism هيعمل لي زيادة في البي ان. الهاي دايت بروتين هيعمل لي زيادة في البي ان. increased protein catabolism بس في حالات الحرق والسخونية والتروما هتزود لي برضو البي ان. امتصاص الامينو اسيد في حالات اللارج جاستيرو انستيشيال هيموريدج اللي هو النسف المعوي، وفي حالات التيشو هيماتوما، كل ده هيزود لي البي يو ان. وبناء على كل اللي انا قلته لك ده، اصبحت البلاد يوريا نيتروجين او اليوريا بشكل عام نون سبيسيفيك لتشخيص الرينال فانكشن. جميل جدا، نكمل مع بعض. ركز معايا في المعلومة دي. امتى يحصل decreased للبلاد يوريا نيتروجين ليفل؟ امتى نسبتها تقل؟ قالك بص، في حالات الليفر ديزيز، ما هو المصنع مش هيصنع ليا بولينا، وفي حالات اللو بروتين دايت. طيب حلو الكلام. بص بقى، لو لقيت نسبة البلاد يوريا نيتروجين من 20 ل 50 مللي جرام بر ديسيليتر، هنا لازم تقيس اليورين اوتبوت كل ساعة عشان نطمن على حالة الكلية. خلي بالك هنا انا بكلمك عن البلاد يوريا نيتروجين. لو عاوز تعرف نسبة اليوريا، طبعا تستخدم المعادلة وتطلع نتيجة اليوريا. جميل، نكمل مع بعض. الجزء الثاني في حلقة النهاردة وهو خاص بالبراكتيكال، ازاي تشتغل التحليل جوه المعمل. ركز معايا. العلبة عندي فيها 4 محاليل، R1 R2 R3 ستاندرد. السي تايب اند بوينت عشان لما تيجي تبرمج الجهاز. طب السبيس مين كوليكشن العينة، قالك بص بقى، سيروم نون هيمولايزد، يعني عينة السيروم ما يكونش فيها تكسير او هيمولوسيس. او ممكن تستخدم انتي كواجولانت زي ايه؟ قالك زي الهيبارين وزي الاديتا. بس خلي بالك، ممنوع منعا باتا تستخدم الصوديوم ستريت او الفلورايد في تحليل اليوريا. ليه؟ قالك لان ده بيعمل انهبيشن، تثبيط لانزيم اليوريز في التفاعل، وبالتالي هيأثر على النتيجة بتاعت التحليل. الويف لينس اللي هتشتغل عليه 578، بس ممكن تقيس من 578 ل 623. الاستابيليتي بتاعت العينة اللي هتسحبها 7 ايام في درجة حرارة من 15 ل 25، و7 ايام في درجة حرارة من 2 ل 8، وسنة كاملة في درجة حرارة -20. الميثود، الطريقة اللي هشتغل بيها، هحضر 3 أنابيب وأسمي الأنبوبة الأولى بلانك، التانية ستاندر، التالتة سامبل. وبعد كده هجيب R1 وأحط 1 ملي في ال3 أنابيب. بعد كده هجيب R2 وأحط دروب من R2 في كل أنبوبة. بعد كده هاجي في أنبوبة الستاندر وأحط 10 مايكرون من الستاندر. وبعد كده هاجي في أنبوبة السامبل وأحط 10 مايكرون من السيروم في أنبوبة السامبل. جميل. وهعمل ميكس لمدة 3 دقايق في درجة حرارة 37، أو لمدة 5 دقايق في درجة حرارة 25 اللي هي الروم تمبريتشر. بعد كده هضيف R3، هحط 200 مايكرون في ال3 أنابيب. وبعد كده هعمل ميكس وانكيوبيشن 5 دقايق في درجة حرارة 37، أو 10 دقايق في درجة حرارة من 15 ل 25. وبعد كده هقيس البلانك، وبعد كده الستاندر، وبعد كده السامبل. النتيجة اللي هتطلع عندي هي نتيجة اليوريا. النسبة الطبيعية لليوريا من 15 ل 45 مللي جرام بر ديسيليتر، أو على حسب الكيتس اللي أنت شغال بيها.
بعد ما تطلع نتيجة اليوريا هتعمل ايه؟ قالك بكل بساطة هتقسم اليوريا على 2.14%. كده يبقى انت طلعت البلاد يوريا نيتروجين اللي هي البي يو ان. ركز معايا، لو نتيجة اليوريا طلعت اعلى من 200 مللي جرام بر ديسيليتر هنا انت عديت اللينياريتي، وبناء عليه لازم تعمل تخفيف بنورمال سلاين بنسبة 1:2، يعني هتاخد 100 مايكرون من السيروم على 200 مايكرون من النورمال سلاين، وتعيد التحليل مرة تانية والنتيجة اللي تطلع تضربها في 3. دي كانت حلقة النهاردة في تحليل اليوريا من الألف للياء. أتمنى الحلقة تكون مفيدة، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم كابتن أناليسيس.